هنعمل النهاردة مع بعض حلا بارد يرطب كده علينا بعد الفطار. صراحة هو بيرطب في كل الأوقات، لو عملتيه مرة مش هتبطلي تعمليه من غير دقيق ولا بيض ولا أي حاجة صعبة. عندنا كريم شانتيه دريم ويب ظرفين من الكبير، هنحط عليهم باكيت فانيليا وكوباية حليب وعلبة قشطة. هكتب لكم المقادير المظبوطة في صندوق الوصف بالجرامات. هنضربهم لحد ما القوام بتاعها يتماسك وتعمل لنا كده منقار البطة. شايفين؟ ايوه هو ده القوام المظبوط. في المرحلة دي انا هحط فيها معلقتين نسكافيه عشان عايزة طعم النسكافيه يبقى قوي. لو انتي مش عايزة طعم النسكافيه يبقى قوي استغني عن الخطوة دي، ما تعمليهاش. هنضربهم مع بعض كويس تاني لحد ما القوام يبقى تمام والنسكافيه كله يدوب. وهجهز الصينية اللي هعمل فيها، تقدري تعمليها في اي صينية عندك. انا عملتها في صوانية تانية كتيرة وبتطلع بسهولة من غير ما تبوظ ولا تتفرفت ولا تبقى لازقة تحت في الصينية. انا عملتها المرة دي في صينية التشيز كيك، وحطيت تحت ورق زبدة وقصيت الزوايد. جهزت كوباية حليب وحطيت عليها معلقتين من النسكافيه وقلبتهم كويس لحد ما يدوب. ده الخليط اللي احنا هنغطس فيه البسكوت في الوصفة. كده كل حاجة جاهزة تمام. هنجيب البسكوت اي نوع بسكوت عندك، انا استخدمت بسكوت ميري، تقدري تعمليه باي نوع بسكوت شاي او حتى لوتس. هتغطسي في النسكافيه وتحطي طبقات، هتخلصي الطبقة الاولى وتروحي حاطة الكريم شانتيه. عايزة تزودي مع الكريم شانتيه مكسرات، صوص كراميل، صوص شوكولاتة، تقدري تحطي فيها اللي انت عايزاه زي ما انت تحبي الطعم يكون معاكي. انا خلصت هنا الطبقة الاولى وحطيت عليها الكريم شانتيه اللي كنا ضربناه. هفرده عليها بالراحة واغطيه من كل الجوانب وهكذا، وهكرر الطبقات. سهلة وبسيطة، ولو جربتيها بجد مش هتبطلي تعمليها، الكل بيحبها. وصلنا لاخر طبقة خلاص. تقدري تزيني وشها بالكاكاو او بالصوص الكراميل او صوص الشوكولاتة. انا كان عندي مكسرات حطيتها على الوش. اي حاجة عندك بقى عايزة ممكن تحطي عليها جوز الهند وسوداني، الموجود عندك تقدري تعمليه. لو ما فيش خالص تقدري ان انت تعمليها كده، هي طعمها اصلا خطير من غير اي حاجة. هسيبها في التلاجة 2 ل3 ساعات عشان تتماسك وتبقى سهلة في التقطيع وانا بطلعها من القارب. انا بعد ما بردت وطلعتها من التلاجة وطلعتها من القارب هبدأ اقطعها بقى. ما شاء الله شكلها جميلة والطعم اجمل واجمل لو جربتيها. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وكومنت، وهستنى تطبيقاتكم، وما تنسوش تشتركوا في قناتي. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب.